اهلا بيكم في برنامج الثانية. انتشر فيديو كده على السوشيال ميديا من كام يوم لاب وام كانوا شايلين طفله ومش عارفين يعملوا معاها حاجه، ومن الواضح كده من الفيديو ان الطفل ده حصل لها اختناق. يعني ايه اختناق؟ يعني بلعت حاجه سدت مجرى التنفس بتاعتها ومش عارفه تاخد نفسها. منظر طبعا الاهل مرعب جدا جدا وهم شايلين طفله ومش عارفين يتصرفوا معاها. بعد كده بيطلع شخص هو طبعا دكتور قدر ياخد الطفله ويعمل لها الاسعافات الاوليه البسيطه وينقذها من عمليه الاختناق دي. للاسف الفيديو مفرح ومفزع في نفس الوقت. مفرح طبعا لان الدكتور قدر يتعامل مع الطفل، ده طبيعي جدا لاي حد في الفريق الطبي، لكن مفزع جدا لان الاهل شايلين الطفله ومش عارفين يتعاملوا معاها ومش عارفين يعملوا ايه بالظبط، مع ان الحاجات دي عباره عن اسعافات اوليه بسيطه بتقدر تنقذ بيها اي حد في البيت، لان الوقت مهم جدا من خروجك من البيت لحد المستشفى. في الفيديو ده هنعرف ازاي تنقذ شخص مهما كانت الفئه العمريه بتاعته، من اول الطفل الرضيع لحد الكبير. خليكم معايا، يلا بينا. في البداية كده، يعني ايه عملية اختناق؟ احنا اتفقنا ان الاختناق عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن اي جسم غريب دخل في مجرى التنفس وقفله. الحاجة دي دخلت ووقفت ومنعت الشخص انه يقدر يتنفس بصورة طبيعية. ايه هي علامات الاختناق؟ يعني الشخص اللي هو عنده اختناق او بلع حاجة وخنقاه، ازاي بتعرفها؟ طبعا لو هو راجل كبير او لو هو طفل، اشهر علامة اللي هو بيبقى ماسك ايديه الاتنين وحاططها كده، مش قادر يكح او بيكح بالعافيه، مش عارف، بدأ لونه يزرق، شفايفه بتزرق، مش عارف يتكلم، مش عارف ياخد نفسه. كل العلامات دي بتقول لك ان الشخص ده حصل له اختناق. تعالى اول حاجه بالنسبه للبيبي، الاطفال الصغيره اللي هي بتزحف، اي حاجه بيشوفوها قدامهم على طول بياخدوها ويحطوها في بقهم، حرفيا اي حاجه، سواء بقى لعب بالمكعبات الصغيره، تلاقي الكراميلا الصغيره والمكسرات والفشار، كل الحاجات دي ممكن تسبب الاختناق بسهوله للطفل. طيب خلاص حصل الاختناق، ازاي بقى تتعامل مع الموقف ده؟ هنشرح اول حاجه الحاجات النظريه، بعد كده هوريك فيديو بيوضح ازاي تتعامل مع الطفل او الفئات العمريه المختلفه. طيب المفروض بقى تعمل ايه؟ على طول بتاخد الطفل في الوضع ده كده، بتحط راسه، بتبقى ساند دقنته على ايدك وبطنه نايمه على ايدك ورجليه الاتنين زي وضع الحصان كده بالظبط. بعد كده بتبدا تخبط على ظهره من ورا بالجزء ده، مش بايدك كلها، يعني مش بالكف وتقوم خابط، لا ده هو بالجزء ده كده، وتبدا تخبط لقدام، وهوريكم الوضع ده دلوقتي بالفيديو. خلاص انت بقى بدات تخبط، الوضع ده ما جابش نتيجه، بتقوم قلبه على الايد التانيه، بتخلي ظهره المره دي على ايدك، وبصبعين اتنين بتضغط على صدره بصبعين اتنين بس، والضغطه بتاعتك ما تكونش عميقه قوي وما تكونش ضعيفه قوي، يعني حاجه في النص كده. يبقى اول حاجه بتضرب 5 ضربات على الظهر من ورا، بعد كده بتقلبه وتعمل 5 ضغطات على الصدر. طبعا وضع التخبيط بتاع الظهر ده والوضع الصبعين اللي على الصدر ده بتساعد ان الحاجه اللي جوه تطلع. طب افرض الوضع ده ما جابش نتيجه، بتحاول تكرره كذا مره لحد ما الحاجه دي بتطلع. بس اهم حاجه اوعى تفكر انك تمد صبعك لجوه بقه وتحاول تسحب الحاجه حتى لو انت شايفها، لانك انت لو عملت كده فانت بتزق الحاجه او الجسم الغريب ده لجوه اكتر وبتصعب الموضوع اكتر عليك. طب افرض الحاجه دي ما طلعتش، هتلاقي الطفل بيفقد وعيه، وبعد كده هنشتغل معاه السي بي ار اللي هو الانعاش القلب الرئوي، واللي انا هعمل له فيديو مخصص لوحده. هوريكم فيديو دلوقتي تعليمي وللاطفال حقيقيه حصل لهم المواقف دي وازاي الناس اتعاملت معاه. الفيديو ده طبعا شبه الفيديو الاولاني، الاهل مش عارفين يتصرفوا، مش عارفين يعملوا حاجه، دخلوا مكان بيطلبوا المساعده، فطلع شخص مدرب وعارف الاسعافات الاوليه وقدر يتعامل مع الطفله من حاله الاختناق. بالنسبه بقى للاطفال الكبيره شويه، في الاطفال الكبيره انت هتحاول تتكلم معاه، هتساله مثلا انت بلعت حاجه، انت مخنوق، وطبعا هتلاقي الحركات اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هو حاطط ايده كده ومش عارف يكح، مش عارف يتنفس، مش عارف يتكلم، هو مجرد بس هيهزلك راسه. في الحاله دي هتتعامل معاه ازاي؟ هتطلع ايدك كده وهتخليه ينام على ايدك شويه وهو واقف، وبايدك التانيه بتقوم خابط على ظهره 5 خبطات لحد ما الحاجه دي تنزل. طيب لو الحاجه دي ما نزلتش، هتستعمل الحركه التانيه بقبضه الايد، بخصوصا الصابع ده هتعمله بالشكل ده كده، وتيجي شفت الحته الناشفه اللي بتبقى عندنا، هتنزل شويه لحد اللي هو منطقه البطن كده تحتها، وتحط قبضه الايد وبالايدك التانيه اللي هي الشمال علشان تدعمها، وتبدا تزق فيها لفوق، بتعمل الحركه دي وتزق فيها لفوق، طبعا انت واقف وراه زي ما هنشوف في الفيديو دلوقتي. اهم حاجه طبعا وانت شغال، فانت بتحاول تقول للطفل انه يكح، الكحه ده هتساعدك ان الحاجه او الجسم الغريب اللي جوه ده يطلع بسرعه. يبقى نفس الكلام، بتخبط 5 ضغطات على الظهر، ما جابتش نتيجة، بتقوم تلف وراه، والحركة اللي انا عملتها دلوقتي 5 مرات لحد ما الحاجة دي بتطلع، بتكرر الموضوع ده كذا مرة. اخر حاجة خالص، لو كل المحاولات فشلت بتلاقيه بيفقد وعيه تدريجيا، ونبدأ نشتغل مع السي بي ار اللي هو الانعاش القلب الرئوي لحد طبعا ما الاسعاف يجي او بتنقله للمستشفى. Can you go and do your homework please, Nadia? But Mum, I don't want
What's wrong? Are you choking? Cough it up. يبقى هنضرب 5 ضربات على الظهر من ورا، بس ضربات بتكون شديدة شوية. بعد كده ما جابتش نتيجة بنقوم قبضة الايد ونبدأ نعمل التكنيك ده لحد طبعا ما الحاجة اللي جوه تطلع. طب بالنسبة للناس الكبيرة لو حصل لهم برضو اختناق، هي نفس الأطفال كده بالظبط، بتميلوا شوية لقدام، بعد كده بتخبط على ظهره 5 ضربات، ما جابتش نتيجة بتقوم برضو الوضع التاني باستخدام قبضة الإيد، بتحطها تحت كده عند بطنه شوية وتبدأ تضغط لفوق. الحركة دي تكررها كذا مرة لحد ما الحاجة دي تطلع. طب افرض الشخص ده طويل عنك شوية، هتعمل ايه؟ بتجيبه عادي وتقعده على الكرسي وتطبق الحاجات اللي احنا قلناها وهنشوفها دلوقتي في الفيديو. سؤال بقى مهم هنا، طب افرض الشخص اللي حصل له الاختناق ده ست حامل، هتعمل معاها ايه؟ طبعا انت مش هينفع تستخدم قبضة الايد دي وتحطها على البطن لان هي حامل، فانت هتطبق نفس التكنيك بس من فوق شوية، من عند الصدر كده، هتمسك وتبدأ تعمل الحركات اللي اتفقنا عليها. طبعا بالنسبة للست الحامل زي ما اتفقنا بنعمل نفس التكنيك بس من فوق شوية عند الصدر، لان مش هينفع طبعا نستخدمه عند البطن. ضربات الظهر او الحركه بتاعت قبضه الايد دي بتحاول تساعد ان الجسم الغريب اللي موجود جوه يتحرك من مكانه ويطلع. وزي ما اتفقنا في البيبيهات ممنوع انك تمد ايدك وتحاول تخرج الجسم ده. دي كلها عباره عن اسعافات اوليه بسيطه بتقدر بها تنقذ الشخص اللي حصل له الاختناق ده، لان كل ثانيه وكل وقت بيعدي عليه مهم جدا بالنسبه له، ومش عايزين المنظر اللي حصل في الفيديو ده يتكرر مع اي حد في البيت او في اي مكان عام. وبرضه هسيب لكم فيديوهات حقيقيه حصلت لاماكن عامه واتصورت بكاميرات المراقبه لاطفال والناس حصل لهم عمليه الاختناق دي، وازاي الاشخاص الفاهمه واللي عارفه الاسعافات الاوليه قدرت تتعامل مع الحالات دي. لو عجبكم موضوع الاسعافات الاوليه وحابين نكملها ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.